السلام عليكم، أهلا وسهلا مرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. كما تشوفوا اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا طريقة سهلة ومبسطة لتصبير التن، والكلنا نستعمل التن في ديارنا. ديما ماذا بينا حاجة صحية وحاجة ماهيش مكلفة، خاصة في المناسبات وفي رمضان نستعملوا برشا التن. ما تنسوش باش تدعموني في القناة، ما تنسوش باش تضغطوا على زر الجرس السابوني وتعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا. مشاهدة طيبة للجميع. خديت كعبة تن كبيرة، اللي مش متوفر عنده ينجم ياخذ قطايع صغار. باش نشوفوا المكونات مع بعضنا. كعبة التن هذه ننظفوها، زوز ملاعق كبار ملح، وزوز ملاعق كبار فلفل اسود كعب، و5 ورقات رند. الرند يفوح برشا. توا باش نبدو مع بعضنا في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي باش ننظف الحوتة كما تشوفوا هكا. باش نقصها من هنا هكا، وباش نحيلها الوسخ الموجود في كرشها كما تشوفوا. توا نظفتها، نحيت لها المصارن من كرشها. توا باش نقصوها مع بعضنا. معناتها دي ترونش صغار، مكعبات صغيره. توا كملت قصيت كعبة التن. الراس نطيبوا به في وجبة أخرى، والباقي نطيبوهم كيف الذيل نحطها، ما نرميش الحقيقة. توا نصبوا عليه الماء حتى لين يغطيه، ونحطوه يطيب لمدة 45 دقيقة. نصبوا الملح، الفلفل الأسود والرند. الملح نصبه مغرفة ملحة كبيرة، وبعد نذوق وبعد نضيفه إذا كان ناقص. تن بقى 45 دقيقة يطيب. توا نخليه يبرد ونصفيه من الماء متاعه. التن بعد ما برد توا باش ننظفوه، باش نحو منه الشوكة والقشرة، قشرة الكحلة اللي من برا، السلسول. الشوكة نحو السلسول، خلوه الحم أبيض، والقلب الأسود نحوه. نكمل ننظفهم الكل. توا التن كملت نظفته، خليه ليلة كاملة يتسقطر. باش نحط التن في الحكة، نعقمو يدينا بالباهي قبل ما نحطو، نرصوه بالباهي كما تشوفوا هكا. باش نصبو زيت بشوية، بسم الله. نحط فيها البابيه هذيا، نصب الماء كما شفتوا. الماء يكون في شطر الحكة، وتوا نهز نحط على الغاز يبقى ربيع ساعة، وبعد نرجع مع بعضنا نشوفوا باقي المراحل. هبطتها توا سخونة بالباهي، باش نقلبوها على قليلة على قليلة 6 سوايع، واللي نجم أكثر ليلة كاملة يكون أحسن. هذه باش يتنحى منها الهواء اللي فيها كما تشوفوا. مهمة برشا المرحلة هذه تاع التعقيم. نتمنى تجربوها وتحطوا لي تعليقاتكم، وإن شاء الله في فيديو قادم وصفة جديدة ودبارة جديدة. نتمنى تدعموني في القناة، تضغطوا على زر الجرس السابوني، تعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا، ونستنى اقتراحاتكم وتعليقاتكم. ومرحبا بكم، بالسلامة وفي أمان الله.